يلا بينا نعمل السجق بتاع العربيات ونعمله بطريقة وتفاصيل. وبصي، حاجة نظيفة جدا 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 انت هتعمليها في بيتك. وعملنا شوية حاجات كده جنبه، هديك اقتراحات ليها لو انت مش عايزة مثلا بطاطس او مش عايزة سلطة او مش عايزة مخلل. هقولك برضو على شوية اقتراحات تعمليها، وكنت عاملاه كذا مرة بطريقة تانية. ده نص كيلو سجق كنت جايبة. النص كيلو ب60 جنيه، هو 120 مستورد. مستورد، خليني ابقى صريحة معاكي. ويعني ما اكدبش معاكي والحوار معاكي عادي، ايه المشكلة؟ ما احنا بنروح نجيبه من على العربية بيبقى درجة 10، انما انت هتروحي تجيبيه مستورد بس هيبقى درجة، عارفة انت، درجة اولى. هتجيبيه حاجة حلوة، حاجة نظيفة، حاجة كفايه اللي انت اللي عاملاه في البيت. حلو الكلام. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونستغفر كتير ونحاسبن كتير ونقول حسب الله ونعم الوكيل. يا رب انصر اخواتنا، يا رب امين يا رب العالمين. آه ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب، يا رب ربنا معاهم يا رب وينصرهم امين يا رب العالمين. معايا بطاطس، معايا طبق فيه طماطم وفلفل، ومعايا طبق فيه طماطم وفلفل وليمونه هناك خالص كده. ده اللي هو انا هعمل بيه طبق السلطه. انا ما كانش عندي خيار، بس احنا بصراحه بنحب الفلفل بالطماطم اكتر، يعني مش بحب اعمل سلطه كتير قد ما بعمل طماطم وفلفل اكتر. ومعايا الطماطميتين وقرنين الفلفل دول، دول اللي هيتحطوا. وبصلتين، بس انا هاخد واحده، بصله واحده تقريبا، مش فاكره بصراحه حطيت بصلتين ولا بصله. بس عامه يعني كل ما بتحطي الخضار في قلب السجق، كل ما يديكي طعم حلو قوي. وهتاكلي انتي اصلا الخضار ده يعني اكتر من السجق، صدقيني يعني. معايا بطاطس، انت يعني انت مسكيها نضفيها واغسليها، وقطعيها ترنشات، قطعيها شرايح، قطعيها زي ما تقطعيها. المهم ان انت حطيها في شويه ميه وحبه ملح وحبه خل. الملح والخل بيحافظوا عليها، والميه بتحافظ عليها. من طبعا لو انت مش هتقليها دلوقتي عشان خاطر ما تبقاش معاكي، ما تسودش، ما تاكسدش معاكي. الخل والملح بيخلوها ناشفه كده وبيخلوها حلوه قوي ومقرمشه. اذا كنت انت هتعمليها صوابع او اذا كنت انت هتعمليها آه شيبسي. المهم يعني مش هنختلف على التقطيع. التقطيع ده قطعيه زي ما انتي ما عايزه. بس وحياة حبيبك النبي محمد تعملي لي لايك كده. ولو انتي مش مشتركه عندي في قناه ست الكل، بعد اذن حضرتك كلكم على دماغي يا رب يعني. ربنا يزيدكم، ربنا يكرمكم، ربنا يرضيكم ويبعت لكم الخير دنيا واخره، امين يا رب العالمين. بس بعد اذن حضرتك يعني انت بتشجعيني باللايك بتاعك ده. لما بتحطي لي لايك كده بجد بتشجعيني بيه. وده انا يعني حاجه بس اسمعك فيها. المهم هنا طبعا احنا زي ما قلت لك قطعت البطاطس وهركنها. وعندي السجق دوت، انا كنت جايبه السجق ده ب 120. زي ما قلت لك ان هو مستورد، مستورد. لما بجيب حاجه مستورده وبعملها بصراحه وبلاقيها طعمها حلو عادي وبيجي منها، وكفايه نظافه البيت والنظافه ان انت هتعمليها. بقول ما يعني ليه اتكسف او اتحرج؟ ربنا يوسع علينا كلنا، ربنا يا رب يكرمنا كلنا. احنا عارفين الظروف وعارفين الحياة، وكلنا معانا عيال. الله يقويك يا رب. فالحياة بتبقى صعبة شوية، فأكيد مش هنحرم عيالنا من كل حاجة. أكيد يعني إيه، مش هنقضيها بقى جبن ومكرونة وبطاطس وعدس وعادي. ممكن نجيب الحاجات يعني إيه، زي ما بنجيب مثلا بفتيك، بنجيب بفتيك مستورد بس بنجيب طبعا الدرجة الأولى. تجيب السجق، برضو هاتي السجق اللي هو الدرجة الأولى. طبعا السجق البلدي معدي 300 جنيه دلوقتي و300 البفتيك برضو بيبقى معدي 400 و450 و500 كمان. فيعني دي بقى ايه، بنعوض حاجة في حاجة. ربنا يوسع علينا كلنا وربنا يرضيكي امين يا رب العالمين. انا هنا بعمل الخلطة اللي انا هحطها على السجق. بقطع الطماطم ترنشات، بقطع الفلفل ترنشات، برضو البصل بتاعي هقطعه ترنشات. قطعي ترنشات ده هو كده كده مجرد ما ينزل الطاسة كل ده هيدبل معاكي. يعني انتي بصي شايفة الكمية اللي انا مثلا هحطها دي، لو انتي شايفاها كتير فكل ده بيدبل في قلب الطاسة وبتلاقيه بقى، عارفة انتي بقى حبة صغننين كده. انا عملت السجق. عملت السجق مع بطاطس. انت ممكن تعملي سجق اصلا في فينو، واعمل شويه طحينه واحط الطحينه كده في قلب الفينو واعمل سندوتشات على طول. ممكن اعمل شويه مكرونه، ممكن اعمل مكرونه وبطاطس وسجق، ممكن اعمل مكرونه وبطاطس وسجق وسلطه وعارفه انت، لو احنا مثلا عدد كتير وبتاع وعايزه اللقمه تشبع وتاكل وعيالك يبقوا مبسوطين وكلوا وشبعوا، زودي طبعا بقى في الحاجات اللي ايه، الحاجات اللي هي تبقى جنبه دي. ثانية واحدة وجاية. معلش استاذة ريري كانت بتكلمني. المهم ما علينا. انا هنا طبعا ايه، قطعنا الطبق الخضار اللي انا قلت عليه، قطعنا البطاطس بتاعتنا. كنت ناسيه فصين التوم. بصي اهم حاجه بصراحه فصين التوم برضو اللي انت هتحطيهم دول، عايزه تدقي
التوم دقيه، عايزه تقطعيه شرايح برضو قطعيه. انا زي ما بقولك ان هو اصلا كل ده هيدبل، وكل ده يعني شويه كتير اللي قدامك دول هتلاقيهم حاجه بسيطه دلوقتي. حلو الكلام. آه كنت هقول حاجه تاني، اكيد هفتكر وهقولها. انا دايما بنسى. عندي برد، بجد البرد مدمرني، زوري مخليني مش قادره، قافله من الكلام قوي. وربنا يشفينا كلنا يا رب. خارجين من العيد يعني عارفه انتي مهلوكين، كنا في مطحنه تقريبا ولا ايه. فالحمد لله يا رب، الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم، انا جبت السجق. بصي السجق ده كان عندي في الفريزر، يعني اديته شطفه وهو مجمد. يعني ما تستنوش لما يفك وبعد كده تشطفيه، لا، اديته شطفه شطفه كده من على الوش وهو مجمد. عايزه تمسكي السجق، تمسكيه تقطعيه، تمسكي سجقايه، تمسكيها تقسميها اتنين، تمام. عايزه تخليها صحيح، تمام. بصي اللي يريحك، يعني انا خليت صحيح وخليت ورحت قاسمه برضو حبه وخليت حبه صحاح. اللي يريحك اعمليه. ده تسيبيه كده، تسيبيه كده، تسيبيه كده، تسيبيه كده. المهم يعني جبنا طاسه على النار، حطيتها على النار تسخن قوي، وهنا حطينا بقى البطاطس على النار، ونيجي نعمل شويه السجق. لو السجق انت واثقه فيه ان هو هينزل دهون، ما تحطيش زيت. لو مش واثقه ان هو هينزل دهون، حطي حبه زيت بس مش هتكتري. انت يا دوبك هتعملي زيت، يعني حبه لا يذكروا، يعني بقيمه مثلا 3 معالق زيت. انا كنت حاسه ان السجق بتاعي ده مش هينزل زيت، ما فيهوش دهون، ومش بنبهر. يعني انا هنيجي دلوقتي لحته التبهير، احنا مش بنبهر. سامحوني بجد لو انا مش قادره اتكلم، بس حقيقي فعلا انا مش قادره اتكلم. حاسه اني زوري مقفول قوي ومش قادره اتكلم. بس سامحوني، انا برضه هحاول ان انا اوصل لك المعلومه على قد ما اقدر. الموضوع بسيط وسهل قوي، واكله سريعه. ويعني عارفه انتي اكله ب 60 جنيه زي ما بيقولوا. الطماطم عندنا في البيت، شويه البطاطس عندنا في البيت. حتى لو مش عندك طماطم وبطاطس وفلفل والحاجات دي، يعني انت ممكن تقفلي ال 100 جنيه، والحاجات دي كمان هتفضل عندك في التلاجة. حطيت، ما تفضليش تقلبي السجق. انا حطيت شويه زيت ورحت منزله السجق، ما تفضليش تقلبي السجق. اول ما يحمر منك قلبيه، علشان ما يتهريش منك. لو فضلتي كل شويه تقلبيه هيفضل ايه اللي هو يتهري منك. وما بقلبش بمعلقه، انت بتقلبي بحاجه كده خفيفه، عشان برضو ما يتهريش منك. انا نزلت بالطماطم والفلفل وفصين التوم والبصلايه اللي انا حطيتها، وهقلب شمال ويمين، ووطي النار بقى شويه علشان خاطر الخضار دوت الخضار دوت يستوي. هبهر الخضار، مش هبهر السجق. السجق دايما بيبقى مبهر. ولو مش مبهر يعني انت برضو دوقي كده، مجرد ما يخش في السوا دوقي، ولو احتاج تبهير تاني بهاري. حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسود، رشة كمون، ورشة ملح. بصي انا بحط حاجات بسيطة خالص خالص خالص. وحطيت ورقتين لورا، وهنسيبهم على النار ايه، كل الكلام ده يدبل، كل الكلام ده يدبل. المهم زي ما قلت لك، عايزه تحطيه في فينو وتعمليه سندوتشات زي بتوع العربيات، حطي. عايزه تجيبي عيش شامي وتعملي برضو شويه بصل وحبه سماق وتحطيهم كده في قلب الرغيف، وتحطي عليهم السجق كده بالخضار بتاعه، ماشي. عايزه عيش بلدي وحبه جرجير، وتحطيهم برضو في سندوتشات العيش البلدي وكده مع شويه الجرجير، ماشي. شويه مكرونه برضو، تعملي شويه مكرونه جنب سجق، ماشي. تعملي بطاطس محمره. بصي انا بديكي كذا حاجه بحيث ان انتي ما تقفيش على حاجه معينه. معاكي حاجات كتير قوي ممكن تعمليها جنبه، وبحيث ان انتي تكتري في قلب اللقمه، او تكتري في ال... في الاكل بتاعك، يعني علشان خاطر لو معانا اطفال ومعانا عيال، وبسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك ويزيد ويخلي، امين يا رب العالمين. فدي كلها اقتراحات ان انت ممكن تزودي بيها اللقمه بتاعتك. هنا السجق بصي، انا مش يعني انا عماله بحركه حاجات بسيطه، مش بجيبه بقى من فوق لتحت وكده، لا. يعني حاجات بسيطه، ومجرد ما اول ما استوى بقى، عايزه اشوف الخضار بتاعي كده، اشوف الطماطم استوت، البصل استوى. اول ما احس ان الطماطم استوت والبصل بتاعي استوى، خلاص هو كده استوى. ممكن ثواني يا استاذه ليلي، ممكن ثواني. المهم انا هنا جبت طبق من التقديم بتاع امي الله يرحمها يا رب، ده كان عندي في النيش، فجبت قلت بقى احنا طبعا اكيد امهاتنا كلنا عندها روميو وجولييت ده، وده طبق التقديم بتاع امي. الف رحمه ونور عليه يا رب. ربنا يرحم ابويا وامي ويرحم امواتنا جميعا، امين يا رب العالمين. ربنا يجعلهم في الفردوس الاعلى يا رب. المهم كان البطاطس اتحمرت، وادي السجق بتاعت استوى بتاعي، وادي المخلل، وادي شويه السلطه اللي انا عاملاهم، واديتك اقتراحات كتير انت تقدري تعملي جنبهم اللي انت عايزاه.
ما تنسيش تعملي لي لايك وحياة حبيبك النبي محمد، ربنا يسعد قلوبكم جميعًا، شكرًا.